ما تيجي بينا نصلي على الرسول. اتخضيتي؟ لا اوعوا تتخضوا. يلا نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اوعوا تنسوا اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد مني يا احلى متابعين في الدنيا. ونبدأ حاجة اول كده، نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. يا صباحكم كله هنا، يا صباحكم كله ورد. بجد كومنتاتكم بتفرحني وتبسطني جدا جدا جدا، مش قادرة اوصف لكم الحماس اللي باخده من ناحيتكم. ادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. ربنا يكبر بخاطركم ويفرحكم زي ما انتم بتفرحوني. يا رب يجعلها دخلت سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. وخلاص اللي فات مات واللي راح مش رجع تاني. يلا نبدأ الفيديو معانا. انا هنا لقيت الله بجد لما الساعة تبقى 3 والشمس حلوة، بس للأسف مش جاية عندنا، للأسف بنبص عليها من بره. يلا ومهاب بقى حب يتفرج على الشارع شوية، وانا حبيتكم اوريكم الجو كان ما شاء الله صافي وجميل. ولقيت في حمام كده ما كانش لسه كان بيجهز عشان يطير، حبيت اوريكم اللقطة. لقيت بقى ايه، طنط معدية تحت العمارة بتاعتنا وبتقول ايه ده الطماطم بكام. فانا بقول لها بقى الطماطم بكام، لقيتها بتقولي 2 كيلو ب15 جنيه. 2 كيلو اللي ب15 جنيه يا طنط؟ انتي بتقولي ايه؟ عايزه اقول لكم بصوا، فيها طريه وفيها جامده. يلا بقى ايه، نبدا كده نقطع ده على ده، يعني ايه نقسم ده من ده كده، يعني نشيل الجامد لوحده والطري لوحده. اهم حاجه انا عايزه اقول لكم حاجه بقى بمناسبه ان ايه، على ما ننقض شويه الطماطم الحلوين دول. الطماطم رخيصه اليومين دول، هاتي وفرزي عشان دخلت رمضان. يلا انت قاعده مستنيه ايه؟ اعملي زي القروبه اللي نزلت جابت ما نزلتش والله، نزلت السبت جبت 4 كيلو ب30. انا كنت عايزه ازود بس للاسف انا بشيل السبت بالعافيه، ربنا لوحده اللي يعلم انا بسحبه ازاي. المهم عندي ليكوا خبر. بصوا يا جماعه، طبعا معظم اللي عندي عارفين ان المحتوى بتاعي مش محتوى طبخ وخروجات وروتينات وبس، لا. انا الحمد لله بفضل الله لما حد بيطلب مني اطعام انا بتبرع مني باللي ربنا يقدر لي عليه ان انا هعمل الاطعام ده، ولو في حاجة هزودها من عندي غير اللي بيبعتولي. تمام لحد كده؟ لحد كده. لا كملي بس معايا كده، عايزة اوصل لك معلومة. انا مش ايه يعني، الحمد لله في ناس معايا بتبقى تستحق، واللي ربنا يقدرنا عليه احنا بنعمله. انا لوحدي اللي بساهم في الاطعام، او انا لوحدي اللي بشوف حد محتاج ولا لا بصراحة. انا اللي ربنا يقدرني عليه بعمله، والناس التانية اللي بتكلمني وتقولي مثلا يا سارة لو في حالات خاصة في مش عارفة ايه، انا والله وحياة ابني انا اللي ربنا يقدرني عليه بعمله. في حالة، الحالة دي انا ما كنتش عايزة اتكلم عليها والله. بجد ظروفها ربنا لوحده اللي يعلم بيها، بتمر بحاجات دلوقتي. يعني ادعوا لها ربنا يخرجها منها على خير. فهي بصراحة الحالة انا مش عايزة يعني اقول مواصفات ولا اقول حاجة، بس ربنا لوحده اللي يعلم بيها. انا طبعا معايا حالات تانية، بس الحالات التانية دي على قد ما اقدر بعمل اي حاجة معاها. بس الحالة اللي دخلت لي وكلمتني الساعة 2 بالليل وبجد ربنا لوحده اللي يعلم بيها، انا زعلت عشانها جدا. انا طول الليل كنت بفكر في الموضوع وكنت عايزة اساعدها باي طريقة، بس طبعا انا عشان معايا ناس تانية فمش هقدر اساعدها لوحدي. فانا بقول ايه، لو حد حابب يساعد يبعتلي على الرقم اللي مكتوب في القناة عندي على اليوتيوب او الفيسبوك، يبعتلي وانا هكلم يعني اللي مسؤول عن الرقم دون واخليه يتواصل مع الشخص او الشخصة اللي حابة تساعد. خلاص. والناس برضو اللي بتقولي طب احنا يا سارة لو عايزين نعمل معاكي اطعام نتعمله ازاي، برضو كلميني بعتي على الواتس وهم يتواصلوا معايا وانا هقولك تعملي ايه. اتفقنا. الحمد لله اللي عارفني عارف ان انا مش مستنية حاجة من حد، انا بس لما بعمل حاجة زي دي انا باخد الثواب بس مش اكتر. فيا جماعة لما ببقى بحكي معاكم انا طبعا خلاص انا بقى لي عيلة
تانية على السوشيال ميديا، اخواتي وحبايبي، وفي ناس كتير قوي عارفاني شخصيا وفي ناس ما تعرفنيش. بس ان شاء الله ان شاء الله بأمرك انت يا رب، ربنا بس يعدينا من الايام اللي احنا فيها دي على خير. انا عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم ربنا بيبعت لكل واحد رزقه، حرفيا ربنا بيبعت لكل واحد رزقه. انت رزقك هيجيلك لحد عندك. الناس بقى اللي بتبقى عشمانه فيا والله العظيم غصب عني، والله غصب عني صدقوني. انا ربنا يقدرني بعمله، يعني ما قدرتي اعمل اكتر من اللي ربنا مقدرني عليه، فاهميني؟ فانا مش بزعل حد ومش بقول لحد لا، مش بقول لحد ما تقوليش او ما تعرف، لا والله بالعكس. الناس بتيجي تكلمني وتقول لي يا ساره طب انت بتعملي الاطعام وبتديه لمين؟ انا بديه للناس اللي تستحق. احنا هندي الناس اللي هي تستحق ان هي تاخد حاجه زي دي، بس مش اكتر. بس فانا بقول لكم الحمد لله احنا بندي للناس اللي تستحق. وعلى فكره الناس مثلا اللي بتكلمني وابقى عارفه ان هي مثلا هي مش حكايه تستحق او غير تستحق يا جماعه. في ناس بتبقى محتاجه، في ناس بتبقى عايزه، في ناس بتبقى ربنا لوحده اللي يعلم بيها. فاحنا ما نعلمش بظروف الناس، فنقول نقول يا رب يدينا على قد نيتنا معاهم، يا رب يرزقنا برزقهم، يا رب بحق الايام اللي احنا فيها يرضينا عشان نرضيهم. دايما نبدأ بكده بس، ونسلم امرنا لله. والله العظيم النملة بيجيلها رزقها لو في فاحنا نقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال. مفيش حد مرتاح ايا كان كده او كده، مفيش راحة. بس في اللي انا طالباه الناس اللي هي حابة تساعد تكلمني، الناس برضو اللي ربنا لوحده اللي يعلم بيها، والله العظيم اللي ربنا يقدرنا عليها نعمله. بس مش هقدر اقولك اكتر من كده. اصلي لاحظوا يا جماعة ان انا بطولي مش هقدر على كل ده، بس ان شاء الله ربنا هيبعت لكل واحد رزقه. فانا هستناكم الناس اللي حابة تساهم تكلمني على الواتس ده مش بتاعي يا جماعة، الواتس ده ناس مسؤولة عنه في الإطعامات والحاجات اللي زي دي. فاللي هيكلمني ولا كده يبعت الرسالة اللي هو عايز يبعتها، وهم هيبعتوها لي وانا هرد عليكم. اتفقنا. بس فانا حباكم بس تدعوا لي وادعوا الناس اللي هي بصوا ادعوا لكله، يعني نقول ربنا يكبر بخاطركم، ربنا يسترها معاكم، ربنا يريح قلوبكم، ربنا ما يزعلكم ابدا. والله يا جماعة والله العظيم من غير ما احلف، الواحد يعني في حياته كلها حتى لو مر بظروف دايما لازم نقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة ربنا اللي بيديها لنا. احنا في ايدينا نعم كتير قوي نحمد ربنا عليها. بس فانا مش عايزه اقول لكم حاجه اكتر من كده، انا عايزاكم بس انا الحاله اللي معايا اللي ربنا يقدرني عليها اعمله. بس لاحظوا ان انا مش معايا حاله واحده، انا معايا كام حاله وببطولي ولوحدي مش هقدر. فلما بقول لحد لو حابب يساهم في حاجه يساهم، مش بجبركم، لا والله براحتكم، اللي عايز يساهم اهلا وسهلا، مش عايز برضو نتمنى ان انت تدعي لنا دعوة ربنا يوفقنا فيها وما نخليش حد محتاج حاجة. داخلين على ايام مفترجة طبعا، انتوا عارفين شهر رمضان ده شهر الخير، شهر الرحمة. ان شاء الله بأمرك انت يا رب من غير مقاطعة ربنا هيراضي الكل، ربنا هيراضيكم، ربنا هيوسعها عليكم يا رب بحق الايام اللي احنا فيها، يوسعها عليكم جميعا. انا ما بحددش حد معين، يوسعها عليكم جميعا ويعديكم الفترة دي على خير. فانتوا كتر خيركم ان انتوا بتسمعوا الفيديو بتاعي وبتشجعوني على اللي انا بقول لكم عليه. بس انا الحمد لله انتوا اكيد عارفيني انا مش محتاجه حاجه من حد، الحمد لله بيتي مستكفي. ولو انا بقول لكم انا خدتها قاعده على نفسي، وجوزي نفسه يقول لي الكلام ده. لو احنا عندنا حاجه في البيت زياده طلعي منها لله، اكنها اتاخدت، اكنها اتاكلت، اكنها خلاص بقتش موجوده، اكنها ما جبناهاش اصلا. فلما يبقى خير عندك معلش تعالي الشهر ده اللي احنا فيه ده
داخل عليكي خلاص شهر ورمضان، صح؟ ايه يعني ما تعملي زيي وتزودي كيس سكر، زودي ازازة زيت، زودي كيسين مكرونة، كل الحاجات دي. حتى لو انت يعني في نيتك ان انت تطلعي هتلاقي، في نيتك ان انت داخله على ايام معكيش فيها فلوس هتلاقي. دايما القرش اللي في ايدك، لا، القرش هيطير، الفلوس هتطير، انما الحاجة في بيتك هتلاقي حاجة تاكليها. هيجي عليكي وقت فلوس هتبقى في ايدك بس بيتك فيه خير، انت مش حاملة هم حاجة. الخير اللي في البيت بيزيد البركة، والله بيزيد البركة. انا عايزة اقول لكم اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاة والسلام، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء طبعا. انا في حد تاني كان كلمني، طبعا مش هذكر اسامي حد ولا هقول لحد على الاشخاص دي، بس هي لما تبقى قصداني في حاجة وانا في ايدي ان انا اعملها لها هعملها لها. لما تبقى قصداني في حاجة وفي ايدي ومش في ايدي حاجة، بس كفاية بس ان انا ادعي لها واشوف حد يساعدها، دي بالدنيا كلها. انا مش عايزة حاجة، انا مش محتاجة حاجة، الحمد لله. انا بس لما عملت القناة دي اول حاجة جت في دماغي ان انا ان شاء الله، انا القناة بتاعتي دي حتى لو هي عائلية يا جماعة، انا برضو في ناس بتقولي ما تعملي حاجة وكده، احنا طالبين منك حاجة بلاش تصوريها. فانا طبعا مش هصور لكم الناس اللي طلبت كده. وانا مساهمتي ايه؟ انا باخد خير ان انا بعمل، هو ده الخير اللي طالع لي، ان انا بساهم فيه، ان انا بعمل في الخير. مثلا انت مش قادرة تعملي، مش تعبانة مكسلة تقومي وتعملي، حاسة ان العدد كبير عليكي، انا لما هاجي اعمل الحاجات دي انا بعملها بنفس راضية، بعملها وانا مبسوطة، بعملها وانا بالي مرتاح، علشان عارفة ان ربنا هيكبر بخاطري وساهمتي في الخير ده. بس ممكن اصور وممكن لا، في ناس هتعوز اصور لها وفي ناس لا، بس مفيش اي حاجة تزعل يا جماعة. نقول الحمد لله، نقول الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها. والله العظيم، يعني ربنا كبير، ربنا جميل قوي، ربنا جميل. دايما لما ببقى بيني وبين ربنا كده وبكلمه، انا طبعا بكلم ربنا، بقول له يا رب انت اكيد عالم بالجوه الواحد وفي نيته، انت اللي عالم بيا، انت اللي عالم باللي جوايا، انت اللي عالم انا نفسي اعمل ايه ونفسي اجيب ايه ونفسي اخلي الناس ايه. معلش انا دلوقتي لو معيش وربنا مش مديني، صح، معيش وجيت عملت حاجة لله من دخل جوزي، مش ربنا هيرضيني بيه؟ طلعت كيس سكر، مش ربنا هيرضيني بيه؟ طلعت كيس مكرونة، شفت شوية حاجات عندي طلعتهم، مش ربنا هيرضيني بيه؟ ربنا بيراضي. بس فيلا بقى نكمل الفيديو. احنا خلاص عملنا الطماطم، فرمناها والجامدة غسلناها وحطيناها في التلاجة، بس صفيناها الاول، سيبناها لحد ما المية نشفت من عليها ودخلناها التلاجة. وبقيت الصلصة علقنا عليها بشوية سكر على البوتاجاز. عايزة اقول لكم في مرة او 2 أو 3 الست اللي بتعدي دي بالطماطم بيبقى معاها حاجات كتير، كل ما تعدي واجي اندع عليها ما بلحقهاش، بقول لها مالكيش رزق معايا، والله العظيم. بتيجي تمشي او لا والله مالكي رزق، يعني انتي مالكيش رزق، لو كان لك رزق كنت سمعتي صوتي وانا بندع عليكي. والله العظيم بقول خلاص هو ملهاش نصيب مني، ليه؟ اكيد ليها نصيب احسن في حتة تانية. بس فاحنا مش عايزين حاجة من ربنا غير ان ربنا يكبر بخاطرنا ويرضينا ويرضى عنا ويجبرنا جبر يتعجب له اهل السماء واهل الارض يا رب. اللهم امين، قولوا اللهم امين، قولوا اللهم امين. بس فاحنا خلصنا بقى ايه، الصلصة كانت بدأت تدخل بقى في التسبيك الجامد قوي، فانا لا مش عايزة كده، انا بعملها نص تسبيكة. ليه؟ لاحظوا ان انا ممكن اخدها للكشري، لأي حاجة، صح ولا لا؟ المهم يلا تعالوا بقى نبدأ الفيديو، ويلا ما اروحش بعيد وادخلوا بقى في الاعماق الفيديو. دخلت لكم بقى بالقلب الجامد، سرسورة حبيبة قلبكم القروبة بتوريكم ايه. بصوا الاوتفيت بتاعي،
ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي؟ قولوا لي ايه رايكم، وايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده؟ اظن مفيش احلى من كده، خرجتكم وروقتكم. لسه كملي بس الفيديو. قولي لي بقى، الناس اللي من متغمر وعارفه متغمر كويس، ايه رايك في الشوارع بتاعتنا؟ ايه رايكم؟ والناس اللي مش من متغمر، ايه رايكم في الشوارع؟ قلت اما اصور لكم كده الاجواء. كانت الساعه 8:30 9. 8:30 9، وراجعين الساعه 12. المهم، ودينا بقى مهيد الجبلايه، وبعد كده فضلنا نلف بالعربيه وخلاص. قولوا لي بقى رايكم ايه. عجبكم فكره الفيديو؟ عجبكم اللي انا عايزه اعمله؟ عجبكم الموضوع؟ مش فكره ان انا عايزه اعمله، انا في اوريدي عملته خلاص. يعني انا اوريدي كملت فيه، الحمد لله الحمد لله، وداخلين على ايام مفترجه. وان شاء الله ان شاء الله اي حد عايز يساهم في اي حاجه يكلمني على الرقم ده، اللي هو واتس بس. يعني هتكلموني عليه واتس بس. اللي مسؤوله عن الرقم هتبعتلي وتقولي ده في ناس بعتلك كذا كذا، فانا هرد عليكم. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. عايزه بقى دعوه حلوه من قلبكم. شجعوني. تشجيعكم بيفرق معايا جدا. انا مش محتاجه من حد حاجه. قلت لكم مره واتنين وتلاته وعشرة. انتوا اللي في نيته يطلع حاجه لله هيطلعها. الحالات تستحق، صدقوني. انا مش اي حاله معايا او اي حد معايا، لا، الحالات اللي معايا تستحق. ربنا يراضي اللي بيراضي، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطر الناس، حتى لو بكلمه بس، حتى لو مش في ايدك ان انت تساهمي، بس كلمه واحده او دعوه منك حلوه هتفرق معانا جامد. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يلا بقى، صورت لكم بقى ايه لقطه كده بس واحنا ماشيين. طبعا انتوا عارفين ان انتوا حبايب قلبي ومتابعين الجمال، لازم اوريكم كده كل لقطه. استنوا، انتوا رحتوا فين؟ تعالوا بقى اما اكمل لكم بقيه الفيديو. هنا بقى ابو مهيد كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب مهيد عشان خلاص كان الوقت عدى، وهو مهيد ما كانش يعني عايز يلعب، عايز بابا يبقى جنبه. بصوا بقى شوفوا، يعني انا عايزه اوريكم بس الجبليه كانت هاديه جدا، مكان جميل تروحي تغيري فيه جو. حاجه حلوه بصراحه. كنا مبسوطين جدا بالوقت اللي احنا بنقضيه مع مهيد. كناش عارفين نتلم عليه. بصوا ابو مهيد بيدور عليه ازاي، بيدور عليه هو فين اصلا، عارف ان احنا هنروح فبيدور عليه. البنوته دي كانت جميله قوي، ربنا يحميها يا رب. لمامتها كانت عماله تلغي في ابو مهيد بقى وتقول له انت اسمك ايه، وعماله تعاكس فيه. بس بجد كان ذمها زي العسل، وكانت قاعده معانا على الترابيزه رغم ان احنا ما نعرفهاش والله. بس كانت ربنا يحميها يا رب ويخليها لمامتها زي العسل.
هنا بقى ايه، يلا يا مهيد مفيش يلا. فاحنا خلاص بقى يلا هنروح. وده الكورنيش بتاعنا الحلو، انا كان نفسي اصوره لكم الاول بس معرفتش. يلا بقى اشوف وشكم على خير، ويا رب فكرة الفيديو تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم عشان يوصل لكم كل جديد مني. وان شاء الله الفيديوهات الجايه احسن، ودعمكم هيفرق معانا كتير، وادعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم. يلا ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. اتفقنا. يلا باي باي.